ولا قرايه فتحي، ده اختبار للبنت وخلاص. تفهمي؟ ايوه مال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش ان شاء الله. يلا نوت يلا ان شاء الله. ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك شكراً. فيك. الناس دي عرفت منين؟ يعني شرفني وانا يعني هقول لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. هو اني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ عقبالك يا ام شلبيه. بالك ده الف مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا على امبارح سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سامع. امشي امشي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. زفة كمان زفة يما. كل ده وما قلتيش لحد. تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول امك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مرة واحنا بنكتب الكتاب، واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الأعمار بيد الله. أما بالنسبة لموضوع الأغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام. مرفوض يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي أوله شرط آخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالإذن. بيمتحنها الاستاذ رمضان بيمتحنها. ناجحه باذن الله. السؤال الأول، هل تضعين أحمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سي الاستاذ رمضان. إيه مناسبة الزغروطة دهيا؟ وإيه اللي دخلك في الكلام؟ أنا بسألك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان. عذرا يا أمي. أمي جاوب يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا إيه، هما ليه الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله هعلقك واعبطك قدام اهل بيتك اما اكون بسال حد الكل ينكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قرفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضه عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان ما تحبكاش امال. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه ويا ريت جهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليلة دي سيبنا ونسى كل الدنيا دي وغمض. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا يا ما نمشي في البيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر. انت مش حاسس بنفسك يا جدع انت؟ انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي، اشهدوا يا ناس. شوفوا العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومها، اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب لها على الصوره ناويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب لها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب لها الليلادي. طب كنت خليني انا بكره يا حاج سليمان. فضحتيلي. قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من 100 بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. انت
التزم بالطريق. قلت لك التزم بالطريق، استنى شويه. طب ثانيه واحده. موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. alright that's it. Take it easy, hoist. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. لا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا قوم اقعد ورا. اتفضل اقعد اول تختي. لا. I'll sit in the back. ايه بقى؟ In the back. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجه كده على ما اوسم بالهنا والشفا. Thank you. تأمرش بحاجه تانية؟ Ketchup. ليه؟ هو احنا قصرنا معاك في حاجه؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير، ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food. يعني في حاجة. ده انت منورنا يا محمد. فين عجلتك كده يا استاذ رمضان؟ ايوه يا اخويا، لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على الصفطاوي والعجلات، قول له استاذ رمضان بيقول لك عايزها تويوتا قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل يفرمك انت واللي خلفتك. غور يعني ناقصك. النبي يا رب تعطرني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده يا رب. نادرين عليا يا رب، لا كنت ذابح ارنب مفرقه على البلد كلها، بس عطرني فيه. الله دي هو حياة النبي هو. ارقص يا اخويا ارقص. من الواد ده يا عوضيه؟ يا مهندس منك جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من روحك. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه ده اللي عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات يا اخويا هات. تاني هخليك الفت. انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ ده الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى انا هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على 1:30. اسمع كده. ايه رايك؟ فتحي باشا يا اساتذه، مدير مكتب معالي الوزير، جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا؟ رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد لك نجيبه. هو احنا مش كان عندنا سواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي يا فندم، احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط،
وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دستة جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه زلزال. ايه يا هلا بتجروا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي ولد؟ يا نهار اسود، استاذ رمضان، استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه. يا نهار مش باين عليا وعلى ايديك. اوعى اطلع يا رمضان، اوعى وسع يا ولد النجنوه. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطيعه الأوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ولد. لام أداة جزم. كمل. يستطيع فيرب مضارع مجزوم. يستطيع إيه يا أخويا؟ فيرب. فيرب. الفعل بقى فيرب يا أولاد. بس يا ولد. بس الفعل بقى فيرب. الولد الباشا بيتضرب، اكسروا الباب. ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ عظيم بيمين ابدا اللي هيتكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، ايه اللي بتبينه ده يا رمضان؟ فك الوالة، ابوس ايدك فك الوالة. لا يا اخويا مش هفك الولا ده هيتمد على رجليه. ده قلبني في الترعه. انت مش عارف الولد ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الري. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ يا مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده انا ماليش في الدنيا غيره. أمن عليك يا رمضان، أول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفاتحة وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه. مدد يا ستني. وأمن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي إزازة ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وأمن عليك يا رمضان، تجيب لي حتة قماشة 6 متر من بيتي هعملهم جلابية. أمي عايزة قماشة من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استر يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده.